احنا قلنا 9 مليون سنوز. سمعني بقى كلمتك انت كده. مروه انت هتستنيني بره ولا حاجه العربيه؟ ما احنا قلنا 9 مليون. عارفين أفكار المشاريع الغريبة اللي بتتقال على القهوة اللي عمر ما حد فكر يعملها، أو اللي بتطلع لك في أحلام العصاري وبتلاقي نفسك صحيت فجأة ومش فاكر منها أي حاجة؟ في بقى 5 صحاب قرروا يعملوها برنامج: هشام، حسام، ميار، عمر ومصطفى. هتسألني مش شارك تانك ده برضو؟ بس لو الأفكار دي دخلت شارك تانك كانوا طردوهم قبل ما يقدموها. المهم، كل واحد فيهم هياخد 10 مليون سنوز، عملة مش معترف بيها في أي بنك، بس في البرنامج ده تقدر تبيع وتشتري بيها الفكرة الحلوة اللي ممكن تفوز. كل حلقة بيلفوا الويل، واللي اسمه بيطلع بيقدم فكرة مشروع، وفي آخر الموسم الجمهور بيكسب 2: واحد اللي باع أحلى فكرة مشروع، والتاني اللي اشتراها وصدق في الموضوع. تفتكروا فكرة مين هتكسب في مشاريع العصاري؟ متع عينيك عزيزي المشاهد باللي جاي. انا حاسس ان انا في الوكاله، واحد حاطط لي قماش والتاني جاي يعلق لي هدوم. ايه اللي هيحصل انا مش عارف. اهلا يا شباب. اهلا بيك. اهلا. مفاجأة مش كده؟ ماشي يا جماعة، جاهزين؟ أيوة. جماعة أنا النهاردة عايز أبقى صريح معاكم. اقتصاد البلد بقى في الأرض. لا الدنيا بقت في الضياع يا باشا. بقينا بنلبس حمير بناطيل وحاجات غريبة يعني. قشطة. الأسعار ضربت في السقف. طيب هنعمل إيه؟ أنا النهاردة جاي أقول لكم حل هيحل مشكلة اقتصاد كبيرة جدا، هي اقتصاد محافظكم. طيب هوريكم الحل دلوقتي مع فاصلي، هوريكم اكزامبل حالا. ايوه اتفضلي. هو اول ما فتح الباب انا ما فهمتش دي مين، دي قريبته دي ولا ايه؟ انا مش فاهم. انا عايز الهودي ده. فين صاحب المحل؟ مأمورين. كام الهودي ده؟ الهودي ده 900 ومش هينزل عن كده. ليه 900؟ كتير عليه قوي 900. مين العبيط اللي يدفع في ده 900 جنيه؟ ده بصي الماتيريال بتاعت الهودي عامله ازاي، مش في على اول الشارع اهو في محل نفس الهودي وحاطط عليه 500 جنيه. طب وما اشتريتوش ليه؟ لونه ما عجبنيش. لونه ما عجبكيش؟ وبعدين بص الهودي بتاعك ده عليه نتشاي ولا منتش ولا اي حاجه، هو زي الفل. طب بقول لك ايه، انا هدفع في الهودي ده 500 جنيه. طب عشان خاطرك 600. لا هو 500. انا شايف 600 الصراحه، مش هينفع. لا خلاص مش عايزه الهودي. يلا يا مصطفى. طب فين طب استني خلاص خدي 500 خدي 500. ماشي مبروك عليك يا مصطفى. لا مروه كده في حته تانية. ده الستاندرد مستوى بتاعنا في فاصلي، مش اقل من كده. طيب يا جماعه، ايه هو فاصلي؟ فاصلي عباره عن اشتراك شهري لاي حد يفاصل لك في المجال اللي انت عايزه. طول الشهر انت عايز تشتري ايه؟ باشا انا النهارده رايح اشتري هدوم، معاك طنط نجله ممكن توفر لك في اي هدوم انت رايح تشتريها. عندك مثلا حد زي ميار عربيتها متدغدغه، رايحه تصلح العربيه كل شويه، هتحتاج ايه؟ هتحتاج حد زي حاج احمد، عربيه محتاجه جنط، عربيه محتاجه ترومب، عربيه محتاجه اي حاجه انت مش فاهمه فيها، حاج احمد هيفهم فيها وهيجيب لك سعرها الارض. بعد كده في عمته زيزي، مثلا انت رايح تفرش بيت، عايز ستاير، عايز سجاجيد، عايز لمض، الحاجات دي برضو كلها عمته زيزي هتجيبها لك الارض. باشا كل حاجه زي ما انتوا شفتوا دلوقتي. سعر الهودي كان 900 نزل ل 500. مش عارف انا بعمل ديل لتميمه دلوقتي ولا ايه، بس تمام. ما تقول لي باشا، فانت يا اسطى بص يا اسطى، بص باشا اشتري مني. طالب فيها 9 مليون سنوز. مفاصل بنفسي يعني، انا مفاصل بنفسي، مش عارف ليه اقول لحد يفاصل لي. انا مش فاهم ايه قصه فاصل دي بصراحه. احنا هنفاصل في السعر ده. قبل ما تفاصل قول رايك بس في الفكره حبيبي. طيب ممكن ابتدي انا بليز؟ عشان انا عجباني الفكره قوي 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 قوي، عشان انا مش بعرف
افاصل خالص سيم. 0%. نفس الموقف. انا مره نزلت اشتري قماش، كنت بزود على نفسي لولي ما بره موجود والله. تاخد فلوس اكتر. ما اكتر، بس ليه كده؟ مفهوم فانا جدا. بجد عجباني الفكره، وحاسه ان انا اقدر ان انا استغلها في حاجات كتير. صح. شكرا. برافو، جود جوب. شكرا ميرا. انا ممكن انزل كده وحد يقعد يفاصل لي من غير ما انا عاجباني بصراحه حلوه. عاجبني ان في كاتيجوريز، ان كل حد ممكن يساعدك في الحته المتخصص فيها. بالظبط. مش عارف ممكن استخدمها ولا لا. هقول لك بعدين. بناطيل الحمير محتاجه برضو ديسكاونت. صح، في حاجات كتيره. صح. توفر فلوس وتوفر طب سنوز. خلينا افكر. اتفضل اتش. باشا، فكرة لذيذة بس جوايا طبعا شخصين، واحد مش ناسي، واحد كان قاعد في الكرسي اللي هنا ده، ايوه فأنا فاكره كويس. الموضوع كان اريح بكتير وانا هناك والله. الفكرة مش ليا، المصاصات مش بس مش ناسيها يعني. بس واحد تاني حضرتك راجل ذوق يعني ومؤدب، فأنا الله هشتري. يخليك. قاعد بخدمك الله يخليك. في أي حاجة. يطلعلوش صوت والله، ما بيأذيش حد. مؤدب، راجل والله. مؤدب الصراحة. انا بشجعه، راجل محترم ما بيغلطش في حد وفي حاله. انا في صف. انا عجباني بصراحه الفكره، كنتش متوقع انها تعجبني بس عجبتني. ده كلمه يعني فرص. شرف على يعني والله. الديمونستريشن بصراحه ما كانش في الجول. بص يا باشا، بيني وبينك يعني. دي حاجات قابله للتعديل. لا ممكن تاخد كورسات تمثيل مع حسام أنا كده خد كورس كده تمثيل، خلي بالك مع ابن سميرة سعيد في قبل المعاد. مفهوم. ممكن تبقى تساله على الحوار ده. مفهوم. ايه يابا ما نفس نتيجه. كان غالي بس لما دخلت بقى في الموضوع وفهمتني ايه هو ابلكيشن ولا إيه؟ سبسكريبشن، اونلاين سبسكريبشن، ممكن من ايوه يعني ابلكيشن ويب سايت او ولا ويب سايت. ايه؟ الاثنين. طيب يعني طنط نجلاء وحاج احمد وعمته وبتاع، هختاره من على الابلكيشن او الويب سايت. مظبوط. بدفع يعني اونلاين وبيجي لي ده هناك بيقابلني ولا بيجي لي على البيت ولا خلينا إيه؟ اشرح لك. ماشي. لو انت عايز تجيب حد هيرجع لك انت 800. مصطفى كده كده هينيمنا شويه بس يعني هنشوف. أنا سرحت وما فهمتش الحتة اللي في النص دي. ممكن تسكيبها. الفلوس وقعت مني في النص. انت اللي سالت. اصل احسبها بالجنيه. طيب الناس دي مستفاده ايه؟ الناس دي طبعا بيبقى ليها كوميشن على اللي هم بيوفروه لك. هم مثلا شغالين اوريدي، عندهم شهر ثابت، هم وفروا للعميل قد ايه بقى بياخدوا عليه بونص. طب مصطفى اتفضل. معلش في سؤال تاني. قول لي. دلوقتي انا جبت الحاج احمد يفصل لي في الحرفيين تمام. عشان عربيتي اتدغدغت. كلهم صحاب. تمام. الحاج احمد خد على قفاه. ما حصلش. كم ممكن كم خد على قفاه وما وفرليش جنيه، بالظبط. هيحصل ايه؟ يرجع لك 800 او 80% من الاشتراك اللي انت دفعته. ده اذا حصل وفشل. فانت كده كده ضامن ان 80% انت من الاشتراك. 80% ده لو ما وفرلكش على الاقل اكتر من اللي انت دافعه في 20% الاشتراك. ليه يا معلم؟ مش فاهم. ما لازم ما فتنيش بحاجه. نسبة ارباح ليه؟ نسبة ارباح عم ارباح ليه وانا مش ورا حاج احمد الحرفيين. حاج احمد بقول لك اصحابه كلهم. المواصلات انا ضامن لك. حاج احمد بيتفسح على حسابه. حاج احمد 348 صفقة مرضية بال 20% بتاعته. راح يفاصل وعارف استاذ عمر ما جاتش معايا. عندي سؤال افتراضيه يعني. اتفضل. دلوقتي انا نفترض ان مقال مشتركه، انت قلت 1000 سنوز. 1000 بالظبط. سنوز في الايه؟ في الشهر صح؟ 1000 سنوز في الشهر. اشتركنا ب 1000 سنوز في الشهر، فانا عشان هي اختي استغليت ده، رحت جبت طنط نجلاء تفاصل لي في اشتراك الشهري انا بتاعي، نسيب حاجه جوه حاجه، تفاصل لي في الاشتراك الشهري بتاعي اللي انا عايز ادفع فيه 1000 سنوز، فاجيبه ب 850 سنوز ولا حاجه. حلوة منك. هتفاصل ازاي مع ويب سايت او ابلكيشن؟ انت اللي قول لي. مش هتفاصل. ويب سايت يعني وابلكيشن احنا واخدين احتياطات. بتبيع الفاصل لي بس مش هينفع نتفاصل معاك. بالظبط. انت بتقول ان انت أيوة. جبت طنط نجلة. انا جبتها فعلا. طنط نجلة مختصة ملابس. احنا عندنا حد خبرة في المفاصلة بتاعت فاصل لي. فاحنا بينزلوا يكلموا بعض بقى. انا مهتم جدا بصراحه عشان اختصر يعني، انا مهتم جدا كنافه ولا يشتري حاجه. بس انا بصراحه هانفست، بس انا معيش غير 1.5 مليون، تقبل 1.5 مليون؟ لا هو ده شكرا. الشحات ما بيتكلمش. حلو منك ولعوفه مردوده. طيب مصطفى انا احب اعمل لك اوفر.
اتفضل يا عمور. 7 مليون سنوس. 7 مليون. انا هعمل لك كاونتر اوفر ياه على مين؟ ب7.5 كاونتر. ايه يا بخلو، ما ايه القرف اللي احنا عادي 15. كاونتر لمين؟ ايه ده؟ فلوس يا عم وانا حره فلوس سنوزي وانا حره فيها مالكش ولا دعوة. سنوز بقى فين؟ وديع. 7.5 مليون سنوز. ثانية، النص بتاع عشان اتعايم مع هو حضرتك، هي- اتعايم معاك زقوم له ثواني. لا ما لو سمحت هات مروه بقى. مروه. يعني اكاد اجزم اني من الرعب عملت نقطة بيبي صغيرة اتزحلقت مني. اتفضل يا مروه. مروه انا ممكن اجيبك تفاصلي لي في ايه؟ اللي انت عايز، شوف انت عايز تفاصل في ايه وانا هفاصل لك فيه. فصلي كويس يعني؟ تمام. انت باصص لي كده ليه يا عم؟ ما اعرفش، انا اسف. ايه في ايه الموضوع ده؟ عشان انت مش محدد عايزني افاصل لك في ايه، فعشان كده بيبص لي. ايوه. مروه ليها تشويحه بتطلع من ايديها بتجيب فلوس وهي راجعه. طيب شايف الثقه؟ ايه رايك في العرض اللي انا عرضت عليه؟ ما احنا قلنا 9 مليون سنوز. سمعني بقى كلمتك انت كده. مروه انت هتستنيني بره ولا؟ حاجه العربيه. ما احنا قلنا 9 مليون. تعبونا معاكم ليه؟ وبعدين المشروع يستاهل. وبعدين هو مصطفى يستاهل تعب بصراحة. في المشروع جامد جدا. طيب. سهر الليالي وما نامش وما كانش بياكل ولا بيشرب، ما تعيطش هيزودها. الرقم الكبير اللي هو كان حاطه ده يعني اكيد هي اللي حاطه له اصلا، يعني ما مصطفى ما عندوش جرأة اصلا يقول الكلام ده، بس كان هو جايب اصلا قصه وعامل لي فاصل لي وبتاع، ما بيعرفش يفاصل ولا بيعرف يتكلم ولا بيعرف يحسب، فاكيد هي اللي عامله له القصه دي كلها يعني. طيب انا اقتنعت بكلام مروه وهريز الاوفر ان هو يبقى 8 مليون سنوز. او ان هو كان اوريدي. بجد؟ معلش بخ ايه في ايه 8 طيب؟ بجد؟ هتدفع 8؟ اه طب ما تخلوها 8.5 سنوز. حب علينا حب علينا. لا يعني احنا وبعدين انتوا لسه انا دلوقتي حاسه ان قاعدين في اتحب المشروع. عليا بس بصراحه. احنا انت لسه في مشروع تبع فصلنا دلوقتي. ابلكيشن ارتسني تقريبا. لا مفيش الكلام ده. بعدين احنا لسه اساسا في المشروع. ايه اللي كنت الموضوع قلت لي عماله على مشروع تعلي في رايحه فصلني. فين يا مروه؟ جبت لكم كل المشاريع اللي انتوا خدتوها باقل من اللي انتوا خدتوه. وبعدين انتوا لسه بوم. دافعين دلوقتي 6 بوم. مليون في زماره وبنطلون حمار. قصف بقول لك جبهه. ايه، اللي جايب لنا مروه الكلام. زماره انا عايزها معايا والله كل زمارة. يوم. بيب بقت زماره وانت اتبهدلت. مروه هنا لسه ولا مشيت؟ لا بسأل عادي بقى، بطمن وهي موجوده. هستثمر بس انا سحبت الاستثمار. دي بس كده. جايين في ما المشروع سمعت بتاعنا ان هي نتوطوا السعر علينا. انا حاسه اني ضحك عليا سنه، بس انا عن الاوفر بتاعي 8 مليون، حاسه ان من 9 ل 8 لذيذ. طب عشان خاطر انا انا عشان خاطرك 10 مليون وافلس واروح بيتنا، بس انا مش هقدر. طيب هي مقنعه جدا، ازاي مش مقنعه قادره. طب عايزه انزل معاها عباس العقاد حالا. ايوه ده طيب الهدف. مروه ليها هيبه، ليها هيبه وليها طريقه في الاقناع مختلفه. انت قلت عشان خاطر مصطفى 7.5 مليون سنوز. طب عشاني انا بقى. وبعدين احنا لسه في قبض وفي فلوس، فهونوا معانا شويه. يعني انا بالنسبه لي الابلكيشن لو كان اسمه كفرني كان يبقى تمام، من كتر الزن بقى والهم اللي احنا كنا فيه. 8.5 فير. اوبا مبروك. طب مبروك عليك. مبروك. حلو سلام على مروة الأول. حلو. شكرا يا مروه. مبروك عليكي يا مروة. معايا بكره نازلين شكرا يا نزور ميورة. القماش. انا ومروه بسيز نازلين بكره عباس العقاد، هنطلع على حسنين هيكل. شراوات 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 بارخص الاسعار تقريبا، معرفش ايه الاسعار اصلا هناك، بس ارخص الاسعار. مروه هتضمن لي. مروه لذيذه وبعت الفكره اكتر من مصطفى. عامه مصطفى لو ما كانش جه ما عادي ولا اي حاجه تتغير. ما تنسوش يا جماعه تعملوا لايك وكومنت وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. وما تنسوش تشوفوا الحلقات اللي فاتت. واستنوا الحلقات اللي جايه. ولينك التيك توك في الديسكربشن. مولعين الدنيا هناك. حضروا لي البانيو بس. تاكدوا ان المايه سخنه زي العرض بتاعي. السفنجه. خلي بالك على اللوجو. طب بجد عايز مني انا مش باب شقكم.
ايوه بدايه مشوقه. طب خد قبل مش هتسلم علينا طيب. ايوه محدش بيدفع لها فلوس في ال بتعملي ايه يا ميه سخنه زي العرض بتاعي النهارده. آه. بصوا طيب لذيذ. بصوا بصيت انا جاي النهارده اقدم لكم حاجه مختلفه تماما، مع ان مفيش خصوصيه، زيرو خصوصيه، ايوه ولكن بما انكم هنا مشرفيني في وقت مش مناسب، انا جاي اعرض عليكم عرض ما يتفوتش. ايه يا ترى؟ ده ايه؟ مايك اوكي انا شايف بانيو وشايف دش وشايف هبل. اتوقع ايه؟ متوقع ان حاجه تافهه عبيطه ملهاش لازمه، ما حدش هيشتريها. مين هنا بيغني وهو بيشاور؟ كلنا صح؟ ولان الغنى والشاور حاجتين ما تفصلوش، ده انا بالمناسبه مش في الحقيقه باين. وانا بغني في ازايز الشامبو، لان انا دي متعتي الوحيده لما بدخل بطول، بقعد نص ساعه. هشام بيطول اكتر، بيقعد ساعه وتلت تاني وانا كل يوم عليا. كل يوم بيقعد ساعه وتلت. واو. فدي صوره ليا تانية وانا بشاور. ده فعلا شعر مش مبلول بس. دي صوره حقيقيه جدا، أيوة، استخدمناش فيها واخد من بالي. haters will say it's AI. it's real. كلنا هيترز. it's real. وانا احساسي في الشاور ان انا بحس ان انا صوتي حلو 8 اضعاف ما هو اصلا حلو. 100%. فانا بتخيل نفسي كده وبتخيل نفسي كده وبقول أنت عادي 100% كده. وبعوم عادي. بعوم. فاهم قصدي؟ لان الغنى والشاور حاجتين مش بيتفصلوا عن بعض، انا النهارده جايه اقدم لكم شاور هيت. سلام. ايه هو شاور هيت؟ ايه هو؟ هتشوفوا دلوقتي محتاج يعني بس مساعده شويه، انا تقريبا فهمت محتاجه مساعده. حاسه الموضوع واضح. وممكن اقول ايه شاور هيت؟ اوبا ده شاور هيت. ماشي. مدي على الشطاف اللي هو يعني مش عايزه اذي حد فيكم، ميار. اغرق الدنيا بس. شطاف هيت. شطافي. بقول لك بصوا ايه؟ افهمكم حاجه، ممكن مساعده يعني ممكن تمثال الحرية، تقفلوا تمثال بقى الحرية. خلاص. مش عارف ايه اللي جاب الكهرباء مع الميه، يعني مش فاهم. الشاور هيت حللنا مشكله ان انت بدل ما تمسك ازازه شامبو وتقعد تغني فيها وتعيش حلم، انت ماسك مايك وهو في نفس الوقت شاور هيد. وشطاف. شاور هيد. ما حلوه فهمتش. تفكر فيها، لذيذه. لا دي اشكاله. واو. مش بس ممكن يبقى اسود، ممكن يبقى شبه هانا مونتانا بالشكل الرخيص ده، وبكده تقدر تنتقل للنجوميه. بص انا كنت في الاول بادئه بايه؟ انت فاهمني؟ انت هو فاهمني؟ مين ده؟ انت فاهمني؟ بس فشكرا. دلوقتي اقدر اخد اسئلتكم. انا حاسه مش عايز اسيب المايك ده عامه، تقدروا تسالوني في اي حاجه. بص يا مروه ثانيه واحده، ثانيه. انا هطلب ايوه 9 مليون سنوز. لا اله الا الله، ايه البرودكت ده؟ استغربت سنة بصراحة. بانيو، فاهم قصدي يعني ليه؟ شكرا يا مارا على البرزنتيشن وشكرا على الفكره. بس هو منتج كسر شويه. مع انه لاقي عليك ميه وكده، ولا انت بحار ولا انت مسجون ولا بحرك 202. طيب بصي بقى. خلاص كبيره. خلاص ريح. سبب في مشاكل. لا خلاص عشان خاطر لا امشي لا عشان لا بليز يا عمر، لا بليز انا عايزه ابانك. خلي بالك انت محتاجه فلوس، هتبقي شحاته، ماشي. هتطلعي ماشي خلاص مفيش حاجه. تطلعي بالشاور هيت بتاعك. اسلوبها مش كويس. معلش عشان خاطر صحه فيا. يلا انا بس عايزه اضيف لما حاجه، نقول انا عايزه رأينا اضيف حاجه ان المايك ده هو شكله مايك وهو مايك. انتوا فاهمين يعني ايه؟ يعني هو ووتر بروف. اي كلام. يعني بص هو المنتج احنا تعبانين فيه قوي، يعني هو لكن البرزنتيشن مش قوي. هو زي الدش عادي ولا ده مايك شغال؟ لا هو مايك ودش، انت فاهم بقى الكومبو اللذيذ اللي هو انت داخل بمايك بس هو دش بيطلع ميه وفي نفس الوقت انت بتغني فيه وبتسمع صوتك وبتعيش كايروكي في الميه يعني. كايروكي معلم. كده انا عارف بس مش انت فاكر. الامل انت ومصطفى. يعني ده كايروكي يعني انا مش عارفه ده بيعمل كايروكي. اصلا، يعني مش عايزه ابيعك يعني. ده تعليق. انا شفت السلوجن كنت عايز اقراه، ممكن طبعا كان ايه بقى السلوجن بتاعك؟ مفيش هش في الدش. مفيش هش في الدش. مفيش. حلو، عاجبني، اصل انا بحب السلوجنز قوي. مفيش هش في الدش، يعني لذيذه جدا، عجبتني قوي. شكرا حسام، ناقص يعجبك البرودكت. اشتري فلوس سنوز، عايزه سنوز.
بس ده هيتخلي الناس تقعد كتير قوي في هي بتقعد الحمام اكتر كتير. ما ناس ما بتقعد خلاص كتير. طب لا، يعني انت ناس متارجت يعني. الناس دي اختراع حلو. اللي بتحب ده. ايوه ما انا متارجته الناس اللي بتقعد. بص بصراحه عايزه اقول لك حاجه، اي حد بيقعد في الشاور اقل من نص ساعه this is a joke. ده هزار، ده مش شاور. روح ادخل تستحمى بقى ليه بقى؟ عشان مش صح. طب عملت ايه؟ يعني ولا- الشاور غير الحمى. الكلام دلوقتي اتغير. الجيل الجديد ده بيتكسف يقول استحميت، بيتكسف يقول خدت دش، نتغسله. الكلام بتاعنا شاور ايه وكلام فاضي ايه. هو احنا من امتى بقينا نقول على الموضوع شاور يعني؟ مش فاهم. رايحه لا اخد انت شاور. مالك بالدنيا لا دي؟ لا أنت لا، من مالك امتى اصلا؟ ايه حصل للدش وداخل استحمى عادي؟ انا بقول لحد خد شاور وداخل انت بتقول مش اخد دش او استحمى. عادي يا كايروكي معلم. صح؟ باشا باشا انت مش شعب وليهم وكده. ماشي تمام، حلو لذيذ ده. الجهل. امريكو او ام زي رابر. ايه ده؟ هو ايه شاور؟ انا مش فاهم يعني ايه شاور خالص. ايه ده؟ ليه بنتكلم بالشكل ده؟ انا عن نفسي بدخل اتشطف. الكومنت الوحيد بتاعي 9 مليون كتير قوي على ان انت عملتي شاور زائد مايك ايكوال ازاي كتير وهو بقول لك ووتر بروف؟ ده تكنولوجيا ده ولا كل حاجه بقى ميك اب ووتر بروف، لا كل حاجه طبعاً بقت ووتر water- بروف. ووتر بروف؟ يعني انا مش واو. بص دلوقتي في فرق لا. بين ووتر بروف ان هو يبقى ريزيستنج، وهما بيقولوا كده ريزيستنس، بيقولوا بيسموها ووتر بروف، لكن ده بيطلع منه ميه ومش بيبوظ وبتسمع صدى صوت كانك في كونسرت بالظبط. عادي. تكنولوجيا وماتيريال ودنيا يعني. تكنولوجيا. انا بالنسبه لي انت عملتي 1 زائد 1 ايكوال 2. ندخل طب على ما ده الأسئلة صح. طيب. طب ما انا حسبته مصطفى صح، ندخل يبقى على انا نجحت. ندخل ماشي. الكهرباء ايه بتاعت المايك؟ انت بتقولي فيه صدى، يعني المايك ده بيشتغل بكهرباء، بطاريات ولا فيشه ولا ايه؟ الاثنين. انت ايه مت. ده؟ انا مت. أنا خايف. ليه ليه أنا ليه؟ بتحاسب. ليه بقول لك انا التكنولوجيا؟ بتحاسب خلاص. عشان كده احنا شاور الاتنين يبقى انا فوق. احنا مطورينها مين انت؟ ان بص اسمع. اول حاجه انا والتيم بتاعي، مين؟ انا وصاحبتي اخترعنا الاختراع ده. درافيتا. هي ساعدتني في تركيب الحاجات اتفضلي. اسمها الالكترونيك. انت في امان ما تخافش. انا لو هعمل واحد كهرباء هلفه وهبعته لك البيت انت بس. طب دي حاجه يعني كافيه ان هي تخليني انبسط. انت اصلا انا احب مجنون. الريسك يعني. تحدي. انا عندي فتش كده. الرامز جلال. هموت في اللي يزعقني واتجنن. مسجون مش من فراغ. انا مستغرب من موضوع رد سجون ده عامه، مش فاهم ليه واخدين الفكره دي. يعني في ايه فيا يخليهم يقولوا كده؟ سنوزي حرام يعني؟ انا ميار لو معايا فلوس بنسبه 100% شحات ايه؟ كنت هشتري. بس انت انا معاك 1.5 مليون. فاهم قصدي؟ انت طالبه 9. لو تقبلي بالواحد ونص ده تمام لو ونبش. تاخد سلفه. طيب ميار، طب اقول انا حاجه، انا ممكن اخد منك البانيو بس المايك لا. البانيو طب دي البانيو ده رابيت. احنا هنرجعه البانيو دي رابيت اللي انا وانت يعني. يبقى تعالي نروح نتكلم معاهم ناخد بس. طب قول دي ده رافيت الديل عشان بتاعي. على المايك بقى انت بقى تستحمي بيه بقى، اعملي اي حاجه براحتك. اهو بيتباع على النت ب 30 جنيه استرليني. 30 جنيه استرليني اهو، حتى متبقي 5 اهو، واسمه شاوري يعني اسمه احلى كمان اهو. للكاميرا الثانيه اهو. وبصراحه ده المايك بتاع زمان الجميل ده اللي دلوقتي بقى في البودكاست وكل حاجه، حتى اللي هي عاملاه ده بتاع الافراح. بس كمل اتفضل اهو. بصي انا سيبك من الاسفاف، انتوا مش فنانين اصلا، فعشان كده سيبك من انتوا مش. الاسفاف والقلش وتقل الدم اللي ملانه ده. انا اعمل اوفر. يا عمر انا كنت من الاول حاسه ان انت اللي فيهم. انا ما اديتش انتي اوفر على طالبة. فكره لسه. مصطفى طول عمرك يعني انت في ما حته خلاص ثانيه بقى، يعني ثالثه بقى بعيد عن الناس دي واو. كلها. ماشي انا مش شاري اللي فات. صح. طيب 6 مليون سنوز. حلو. ما سالتش، انا بساعدك. ما خدتش رايي. ماشي 6 مليون سنوز. 6 انا شايف ان ده فير اوفر، ما يستاهلش 9 مليون خالص. خالص بجد. 6 مليون وهتبنى الفكره ويلا بينا. ليه مش 7؟ وليه انا مش رئيس الجمهوريه؟ ولا ليه مش رئيس الجمهوريه؟ لا عندي اسباب. انت بص لا لبسك طيب. في اسباب حلوه حلوه. طب بلاش تاني بس حلو. طيب 6 مليون سنوز.
مصطفى انا اسف يا ميار، تأسف ليه يعني؟ انا ليه اسف يا لا ليكوا بتاسف عامه عموما. يعني انا اسف على الحياه سامحوني. قوي يعني. اسف اني جيت البرنامج. بس قشطه. ايه ده؟ هو ده كده رفض ولا ايه دلوقتي؟ انا كنت يا ابني إيه والله العظيم بس مع شغال حد يعني. معبرك. معلش انا اسف يعني والله العظيم كل مره لا، تطلع عرض انا شايف لا, لا. انت ليك هيبتك. لا ما هو هبتك في المزبله بص ده واحد داخل بحمار، والله العظيم. هتسمع لواحد كان معاه حمار والله في المزبله. وحسام ودي رافي. بص كمان مش متضايق، بص في الساعه لا بس بتضحك. عشان بس أنا في مستني. معانا وقت بس. انا مستني رد، نفسي. هو مصطفى رد. انا اوت. طيب ما- بس اقول لك حاجه 7 ونبقى انت ما أنا عندكيش وأنت اوفر تاني، انت بتناقشيني في ايه؟ انا الوحيد. 6 شهور مش 7. خليني افكر هدفع اكتر. لا 6 شهور. انا بموت وانا ببيع لك this close ان انا ارفض this close لو بفلوس الدنيا مش عايزه ابيع له عمر. مش طايقه، مش عايزه اعمل الاوفر ده يا عم. انا اول حاجه شهور. اول حاجه البلد دي. للاسف مش هدفع اكتر من 6. بس احنا بنتكلم عن سنوز فانا مضطره اعمل تنازلات معينه. ماشي اتفضل. تمام. ديل هيجي يسلم عليا. سماج. ما بحبش عمرو. ما بحبوش. باش شكرا. مبروك. شكرا يا جماعه. يلا هتندموا. مبروك عليك يا عم. هنندم على ايه؟ أنا ما مالي، ما أنا هو اشترى. انا مبسوط جدا. هتنام يا هشام. انا مبسوط جدا. صوتك. مبروك يا ميار. شكرا. انا راجل بستثمر، العواطف مش معايا، مش بتاعتي. العواطف دي مع مصطفى. ممكن يجيب طنط عواطف فاصل له. ايوه بقى هو ده الكلام، هو ده الكلام. 6. لا والله 6. انت ما قلتيش 6. انا والان ليه مش فاكر 6؟ انت لا قلتي حاجه ثانيه، فكري فيها.